مشاهدينا مساء الخير. النهارده معانا حلقة جديدة من حكاية وحدوتة. دايما بحب ابتديها بيسعد مساءكم. طبعا فرحتنا كبيرة قوي بمنتخبنا المصري اللي فاز امبارح على اوغندا 1-0. مش كلنا مبسوطين طبعا بعد الخسارة اللي فاتت وكنا حزانة يعني، بس الحمد لله كده ربنا فرحنا. النهاردة عندي مواضيع حلوة جدا وهتعجبكم. كلنا سمعنا عن علم الطاقة الحيوية، لكن ما عرفناش يعني ايه هو الريكي، والناس كلها اختلفت وكثر المتكلمون وكثر المشككون في الموضوع ده. موضوع الطاقة الحيوية النهاردة عايزين نفتحه بكل شفافية وبكل مصداقية، وعايزين نعرف ايه هو الموضوع، وهل فعلا في حتة من الشعوذة، ولا هل فعلا ده علم وعلم كبير وليه مجال واسع وليه دكاترة وحاجة كده من قديم الأزل. يعني هل هو ده حاجة من ضمن العلوم اللي احنا ما تطرقناش ليها، ولا هي وجهات نظر واختلافات في شتى العلوم؟ علم الريكي ده علم أسسه المعلم الياباني أوساي عام 1922، وقام بتأسيس الريكي على مبادئ وأخلاق تنادي بعدم الغضب والقلق والعمل بأمانة واحترام، ومن من حولنا والتعامل بلطف مع الآخرين، وأضاف له تقنيات علاجية باللمس أو من غير لمس زي ما بنعمل كده تقريبا في الرقية. النهاردة معايا ضيفنا اللي مشرفنا الدكتور محمد أحمد لطفي القدري، استشاري الصحة الشمولية. هيكون معانا وهيكلمنا عن الريكي باستفاضة. هنخرج فاصل ونرجع ويكون معانا ضيفنا. استنوا. ورجعنا لكم تاني، ومعايا اللي مشرفني النهارده الدكتور محمد احمد لطفي القدري، استشاري الصحه الشموليه. برحب بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ ايه موضوع الريكي؟ يعني لو انا داخله عليك حامي كده بقى، عشان خاطر الناس كلها عماله تشكك في موضوع الريكي، تقول ده حاجه كده احنا مش فاهمينها، هل هي حاله من حالات الشعوذه ولا هل هو فعلا علم وليه اساسات؟ فهتفيدنا انت بقى في كل المواضيع دي النهارده. ايه موضوع الريكي بالظبط من اوله كده؟ طبعا هو يعني شيء جميل طبعا انت سالت السؤال ده. بس قبل ما نخوض في السؤال ده لازم المشاهد يعرف حاجه مهمه جدا عشان يبقى عندنا وعي بهذه العلوم. للاسف انتشار هذه العلوم في الوطن العربي عامه بينتشر تحت اسم مسمى الطاقه الحيويه. تمام. لكن اللي لابد من المشاهد او الطالب العلمي عايز يعرف العلم ده، لازم يعرف ان الطاقه الحيويه هو اسم او تعريب الاسم. لكن في حاجه اسمها مدارس لهذا العلم. مدرسه زي الرايكي، في برانا، في تاي تشي، في تشي كونج، مدارس صينيه ومدارس يابانيه ومدارس هنديه. فاحنا هنتكلم النهارده عن مدرسه الرايكي، وهي مدرسه يابانيه. تمام. كلمه رايكي هي كلمه يابانيه بتنقسم لشقين. اول حاجه اسمها الراي والكي. الراي دي هي معناها الكوني، والقي اللي هي الطاقه الكونيه، ولما تدمج على بعض معناها قوه الطاقه الكونيه. هي اللي بيحير كتير من الناس في فهم الطاقة ان الطاقة شيء مش ملموس، شيء روحي. فطبعا المدارس الصينية والمدارس الهندية رسموا خرائط كتير جدا للجسم، واتكلموا على مراكز الطاقة في جسم الإنسان ومسارات الطاقة في جسم الإنسان. فاختصارا الرايكي هو قوة الطاقة الكونية، وهي بتتكلم على الطاقة الموجودة في كل مكان احنا مش شايفينها ولكن بنحسها. محسوسة مش ملموسة. محسوسة. حاجة روحية. حاجة يعني روحية. روحية. زي بالظبط كده حضرتك ممكن تخشي مكان تحس ان انت قفلتي من المكان ده. ايه اللي حصل؟ الطاقه بتاعت هذا المكان انت حاسه ان هي فيها طاقه سلبيه طاقه سلبيه، او انت مش متوافقه مع جسمك. فبالتالي احنا بيبقى عندنا حاجات كتير جدا جوانا هي عباره عن طاقه، سواء كانت ايجابيه او سلبيه. فعلم الرايكي ده طبعا هو علم كان موجود قديما يقال ذلك، وتم اللي هو اندثر، وبعد كده المعلم أوسوي قام بتجديده. ده احد الاراء اللي قال هذا الكلام. وفي بعض الاراء قالت ان المعلم أوسوي هو اللي اسس هذا العلم سنه 1922، وقعد ينشر العلم ده وتوفى بعد تاسيسه ب4 سنوات. يعني هو اسسه 1922 وتوفى سنه 1900. بس ده كان على نطاق اليابان بس، ما تعملوش فيه بره في اي ايوه، ده بقى شيء جميل جدا حضرتك برضو تطرقت ليه. العلم ده كان يعتبر اول ما اسس كان المعلم أوسوي كان حريص جدا اللي هو يديه لليابانيين فقط،
وحتى لما جه بعد المعلم اسوي تلميذه اسمه هياشي، المعلم هياشي ده برضو كان حريص ان هو ما ينقلش العلم ده غير لليابانيين فقط، لحد ما جت واحده اسمها المعلمه تاكاتا. المعلمه تاكاتا دي يابانيه ولكن كانت قاعده في امريكا، فهي لما جت الى اليابان كان عندها مشاكل في المراره، وكان يعني بمعنى صح كانت كده مريضه، كانت مريضه في كل حاجه. يعني هو الطاقه الحيويه اللي هي الريكي دي بتعالج امراض، بتعالج امراض جسديه وامراض نفسيه وامراض روحيه. والكلام ده خلينا طبعاً بقى ناخدها حته حته تدريجيا. طب ايه الامراض الجسديه اللي ممكن، الطاقه الحيويه اللي ممكن تعالجها؟ طبعا هو انا كتجربه في حالات روماتيد خفت، في ناس كان عندها جلطات في الرئه خفت، زائد بقى الحاجات الصداع، مشاكل اللي هي المعده، الحاجات مثلا القولون العصبي، الاشياء دي كلها اتعالجت عن طريق الرايكي. ده اللي اتيح ليا هنا في بلدي، لكن في اكيد ناس بره عالجوا حاجات تانية. بره في امريكا دلوقتي الرايكي بيستخدم في بعض المستشفيات قبل العمليات الجراحيه. وفي دكتور اسمه دكتور اوس مشهور جدا كان بيعمل رايكي قبل اجراء عمليه جراحيه للقلب، وانا نزلت الكلام ده عندي. فده بتبقى عباره عن ايه العلاج ده؟ جلسات؟ عباره عن جلسات. جلسات ازاي بقى؟ تمام جدا. طبعا احنا عندنا الرايكي هو عباره عن علاج بلمس وعلاج بدون لمس. يعني ممكن واحد يحط ايده على جسم المريض، او ممكن يكون حوالين جسم المريض اللي احنا بنسميه الهاله اللي حوالين جسم المريض، يعني مش شرط اعمل تاتش على المريض. تمام. طبعا احنا بنستخدم اللي احنا بنمرر ايدينا على كل مركز من مراكز الطاقه الحيويه لحد ما حدس الداخلي كمعالج يقول لي ان المكان ده اصبح مكتفي بالطاقه. وهنا طبعا المعالج علشان يوصل لدرجه معالج بيمر ب3 مستويات تعليميه. فهنا يعني المعالج بيبقى مؤهل ان هو يعني يوصل لدرجه الماستر او المعلم بعد المستوى الثالث، لكن من اول درجه بيصبح الشخص معالج بسيط او معالج مبتدئ. احنا لو في حاجه اسمها جلسات العلاج الذاتي، اللي انا بعلم الشخص ازاي يعمل جلسه علاج لنفسه. يعني في جراحين قبل العمليات الجراحيه ممكن تعمل جلسات طاقه حيويه؟ ايوه الكلام ده انا منزل فيديو عندي لدكتور عمل جراحه قلب في امريكا قبل العمليات، وقال لك ان بعد كده ما بقاش في حاجه اسمها اثار جانبيه للمرضى بقت بتظهر. فهنا ايه اللي ادخله جديد هو الرايكي. كذلك في احدى الحالات مثلا اللي قعدت الاطباء عجزوا عن مشكله عندها في البطن، منعتها ان هي تمارس الرياضه واثرت عليها تاثير كلي. بعد ما خضعت للرايكي بعد 6 شهور تقريبا رجعت تاني تمارس الرياضه بتاعتها، رغم ان الاطباء قالوا اللي انت مش مالكيش علاج عندنا. يعني نسبه الشفاء بالعلاج بالطاقه الحيويه قد ايه؟ بس برضه بنحتاج لعلاج تاني جراحي او اي حاجه تانيه. لا يعني لا ننادي بانهاء الطب الحديث اللي هو الجراحات او والتشخيص، لان انا عن نفسي لما كنت بعمل جلسات لبعض الاشخاص اللي بيعرفني ان الشخص تشافى الفحوصات اللي هو بيعملها. يعني الطب الحديث طبعا جميل جدا، لكن افضل الاماكن اللي اهتمت بين الطب الحديث والطب القديم هي الصين. يعني مثلا ممكن تسافري في الصين في مستشفى كبيره جدا تلاقي جزء خاص بالطب الطاقه، العلاج بالطاقه الحيويه، والجزء الاخر هو الطب الحديث. فالاثنين يا ريت يتكاملوا مع بعض، يحصل اتحاد. لكن إن لو هيفضل صراع بين الطب الحديث والطب القديم هتبقى في مشكله كبيره. اللي هيضيع فيها مين؟ الشخص المريض. لان احيانا على فكره الشخص المريض بيحتاج لدعم نفسي اكتر ما يحتاج الى دواء. صح. بيحتاج دعم. اكتر حاجه مرضى السرطان نفسي. اللي بيبقوا في الحاله النفسيه الصعبه دي والادويه اللي بياخدوها كمان بتاثر عليهم. وغير كده احنا تعريف منظور علم الطاقه الحيويه للمرض بيختلف اختلاف كلي عن منظور الطب الحديث. يعني مثلا ممكن الطب الحديث يقول لك انت عندك صداع. جميل. لكن احنا في الطب الشمولي او الصحه الشموليه اللي احنا بنقول عليها دي، يعني بننظر للشخص بنظره شموليه كامله، مش بنركز على حته معينه بس، لا احنا بننظر للشخص ككل. يعني ممكن اتعالج بالطاقه الحيويه واوقف علاج؟ هنا ما نقدرش نخلي حد يوقف علاج الا بمعلوميه الطبيب بتاعه. يعني هنا عمليه ما ينفع، وانا ضد اي حد معالج بالطاقه يخش يقول له لا سيب كل حاجه. لا، انت ممكن تعمل للشخص انتكاسه، لان هو الشخص برضه ممكن يكون لسه عنده ارتباط بالدواء بتاعه. عشان تفك الارتباط ده بتاخد وقت من الجلسات. فعشان كده انا بنادي اتمنى ان يحصل ان بعض المستشفيات تتقبل ان كتير من ممارسي الطاقه الحيويه يخشوا يعملوا جلسات للمرضى اللي عندهم، وهم يعملوا فحوصات تاني بعد الجلسات. والكلام ده اكتر من 15 سنه. الجلسه ممكن تاخد قد ايه وقت؟ هي جلسه بتاخد تقريبا نص ساعه. نص ساعه. ايه اللي بيتم بقى من خلال الجلسه؟ اللي بيتم خلال الجلسه زي ما انا قلت لحضرتك، طبعا هنتكلم بسرعه. يعني لان طبعا مش هينفع. بس برضه عايزه المشاهد يفهم، يعني عايزه يفهم احنا دخلنا كده في موضوع، فالموضوع ده عشان تمام. ما يبقاش فيه تشكيك. يعني قصدي اللي هو حاجات ممكن مختصرات بس يفهم تمام. تمام. يعني مثلا لو احنا لو عايزين هنتكلم على اوضاع الايد، بس مش هقدر اعمل جلسه كامله قدامي دلوقتي. انت فاهم انا قصدي ايه؟ فاهمك. اولا احنا المعالج بتاع الرايكي اول ما بيقرب للشخص في حاجه اسمها المنطقه الحماميه القريبه منه جدا. فانا لازم استاذن من الشخص احنا هنبدا الجلسه. الشخص طالما هو بنيته اعطاني استعداد يبقى انا بقرب للشخص عادي جدا.
اول حاجه بنعملها احنا كمعالجين رايكي اسمها كنس الهاله. الهاله اللي حوالين جسم الانسان دي محمول فيها مشاعر الانسان والامه والحاجات السلبيه والايجابيه. فانا لما بقرب مجالي الطاقي حوالين جسم شخص اخر، انا بعمل حوالين جسم الشخص ككل من اول الراس لحد الرجل، بعمل عمليه سكان او مسح للهاله كده بالراحه وبلطف. طبعا احنا بنضيف بعض اللمسات الاسلاميه عندنا، يعني بنستخدم طاقه الذكر، مثلا نقرا الفاتحه واحنا بنمسح حوالين جسم زي الرقيه الشرعيه. زي الرقيه الشرعيه. تمام. وحضرتك قلت حاجه جميله جدا، الرقيه الشرعيه. الرقيه علم موجود قبل الاسلام، ولكن سيدنا على ايام الرسول وكان من قبل سيدنا رسول الله كان في رقيه، في رقيه ايام الفراعنه وفي رقيه في الحضارات القديمه، وسيدنا رسول الله اقر بالرقيه اللي ما فيهاش شرك. تمام. فالرقيه علم موجود وسيدنا النبي اقره. علم الحجامه علم موجود قبل الاسلام وسيدنا رسول الله اقره. الحجامه علم طاقه برضه. تمام. فانا كمعالج طاقه بعمل عمليه مسح للهاله اللي حوالين جسم الانسان 3 مرات، مره بعد كده الثانيه الثالثه. انا بمرر ايدي بلطف كده وبتخيل كأن نور من ايدي كده بيعمل سكان او مسح تنظيف للهاله اللي حوالين جسم الانسان. طبعا لما بعمل الحاجه دي بعض الاشخاص ممكن يحسوا بسخونيه زايده او بروده زايده او اشعاره. ده المفروض الشخص ما يخافش، لان ده دليل ان هو ابتدى يستقبل المجال الطاقي الجديد اللي داخل عليه. تمام. واحنا في الرايكي عشان نوضح القصه، لان في ناس فاهمين خطا، انا مش بدي حد حاجه من طاقتي، انا عباره بالظبط كده في ماسوره بتوصل ميه. انا كشخص انا موصل جيد للطاقه، انا بستمد الطاقه. يا رب خليني اداه من ادوات تناقل الطاقه الى فلان. هل ممكن العلاج بالبعد بالطاقه الحيويه؟ ممكن عن بعد طبعا. طبعا. ممكن. احنا حاليا بنعمل، بقالي فتره حوالي عملت 5 جلسات عن بعد طبعا بيخشوا من بلدان مختلفه اللي يمارسوا هذا الشيء. وطبعا احنا زي ما انت مثلا حضرتك انت دلوقتي في مصر، ممكن تكون ليكي زميله في الهند في الصين وتوصل للطاقه. زي بالظبط كده طاقه الدعاء، انت ممكن تدعي لاي حد في اي حته في العالم. هو طاقه العلاج عن بعد، جلسات العلاج عن بعد هي تأييد لفكره ان الدعاء بيستجاب. والهدف اللي احنا بنعملها في حاجه اسمها في الوعي، حاجه اسمها العقل الجمعي. وده على فكره الشيء ده المفروض يدرس في جامعات مصريه وحاجات كتير جدا، لان ده بيتم السيطره على بلاد بيه. العقل الجمعي ايه؟ العقل الجمعي لو تبث فكره من مكان مشاهد زي قناه مشاهده او مكان عالي، دي اسمها فكره. الفكره دي في ناس بيحبوا هذا المكان، هيبقى العقل الجمعي ده اللي هو الفكره هيتبعها اناس كثيرون جدا. فاحنا لما بنعمل عمليه العلاج عن بعد ده عشان نزيد من فكره الطاقه الحيويه وننشرها حول العالم. بس برضو عايز ارجع لحته تنظيف الهاله. يعني بمعنى ايه تنظيف الهاله؟ حضرتك دلوقتي انت عايزه تكنسي الارضيه، بتجيبي مكنسه وبتمرري المكنسه. الهاله دي عباره عن ايه؟ الهاله دي هي شيء حوالين جسم الانسان يسمى مجال كهرومغناطيسي. ايوه. حلو كده. المجال الكهرومغناطيسي ده دلوقتي في اجهزه بره بتصور هذه الهاله، وفي كاميرات بتصور مراكز الطاقه في جسم الانسان. الهاله دي هي عباره كل واحد مننا حوالينه 7 هالات وليست هاله واحده، يعني 7 هالات حوالين جسم الانسان بالوان قوس قزح، الاحمر، البرتقالي، الاصفر، على كل انواع الازرق، كل الالوان. الازرق، اللبني، الازرق، بعد كده البنفسجي. ال7 الوان دي اسمها الالوان ال7 للهاله، زيهم في الوان 7 لمراكز طاقه في جسم الانسان. فانا لما انا بعمل ايدي حوالين جسم الحاله اللي جايه لي، انا بشيل اي اثار سلبيه متاثره من افكار او مشاعر، او شخص احيانا بتبقى صورته الذهنيه عن نفسه سلبيه، او صورته الذهنيه عن احداث سلبيه. يعني ممكن لو حد عنده صدمه نفسيه او صدمه عصبيه يتعالج بالرايكي طبعا. يتعالج جدا عن طريق الرايكي. الرايكي اختصارا هو تقنيه احنا بنعملها، لكن في حاجه ثانيه اسمها نظام غذائي. غذاء الروح، يعني زي اليوجا. هو اليوجا مدرسه من مدارس الطاقه، لكن بتختلف لان اليوجا الممارس نفسه اللي بيمارس اليوجا هو اللي بيعمل التدريبات، لكن انت في الرايكي انت بتخلي المعلم او المعالج هو اللي بيعمل لك اللي بيبقى سبورت مساعد ليكي. تمام. محتاجه حد بيساعد. لكن اليوجا انت بتخشي بتتعلمي بنفسك، فانت بتساعدي نفسك بنفسك. واليوجا على فكره في مستشفيات في امريكا بتعالج الكانسر باليوجا. وفي مع اليوجا حاجه اسمها الطب الايورفيدي، الطب الهندي القديم. تمام. فهو باختصارا احنا بعد ما نكنس الهاله دي احنا بننظف جسم الانسان من المشاعر السلبيه بتاعته. بعد كده ايدي بتنتقل من اول شكره التاج، يعني هنتكلم بقى على الاماكن ال7 في جسم الانسان. في اماكن 7 في جسم الانسان دي تعتبر مراكز الطاقه في جسم الانسان. هنا مركز اسمه مركز التاج، وهنا مركز اسمه العين الثالثه، وهنا اسمه الحلق، وفي وسط الصدر اسمه مركز القلب، وفي المعده هنا يعتبر مركز اسمه الضفيره الشمسيه، وتحت السره مركز اسمه الشكره الجنسيه، وفي العصعص او في اسفل العمود الفقري شكره اسمها الشكره الجذريه. دي 7 مراكز. ايدي بتبقى حوالين
هذا المركز من مركز الطاقه، وانزل تدريجيا كانك حد بياخد شاور كده من فوق لتحت، بتمسح جسمه ككل. من كل المراكز اللي هي المراكز السبعه دي ممكن يدخل من فيها اي حاجه، دي بيخش فيها زي الطاقه الايجابيه او الطاقه السلبيه. بالظبط كده. مركز الطاقه ده اللي هو اسمه شاكرا، والشاكرا دي كلمه هنديه معناها عجله النور او العجله الدائريه. الشاكرا دي اصلا هي زي كده تليفون بلوتوث، ارسال واستقبال. الشاكرا دي هي فيها ارسال وفيها استقبال. فانا بالتالي احنا كلنا محاطين بالطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه، بس انا اللي بدي سماح الطاقه الايجابيه هي اللي تدخل ولا الطاقه السلبيه، وعي الشخصي. فبالتالي الخضوع لجلسات الرايكي، الخضوع لجلسات التامل، الخضوع لجلسات اليوجا، الخضوع لاي مدرسه من مدارس الطاقه بيساعد الشخص ان هو يتحرر من المشاعر اللي داخل جسمه، المشاعر السلبيه. المشاعر السلبيه. زائد اللي احنا بنقول ان احنا بنبص للشخص في علم الطاقه الحيويه من منظور الطاقه، المرض من منظور الطاقه. يعني مثلا المرض طاقه سلبيه على ما اعتقد، طاقه سلبيه. ولكن احنا بنديها مسمى عشان يعرف الشخص. احيانا بنقول احنا الطب الحديث يقول لك انت عندك صداع، لكن احنا عندنا في الطاقه الحيويه انت عندك افكار سلبيه او صوره ذهنيه سلبيه مترسخه في عقلك، فبتخلي الالم يجي لك بطريقه مستمره. تمام. فلما تعالج الصوره الذهنيه عن نفسك او عن الاحداث او عن اللي حواليك، هتلاقي نفسك بقيت بتتعالج. الطب الحديث يديك حاجه اسمها علاج العرض اللي هو الصداع، لكن احنا بنبحث في جذور المرض اللي هو اساسياته، الجذر، ونشيله. هنا مثلا مسؤول عن الافكار، شكل التاج. فبالتالي لما حد يكون عنده مشكله كتير في الدماغ، نقول له طب انت افكارك عامله ازاي؟ بنساله سؤال غير مباشر يدخلك لاساس الموضوع. لازم بقى يكون الشخص صريح. في من ضمن الحاجات، ودي بديها نصيحه للمعالجين بالطاقه الحيويه، يكون عنده ذكاء في التعامل مع الحاله اللي قدامه. في كتير من الحالات هو جاي لك وبيدفع لك فلوس، لكن هو برضه بيخبي عليك بعض الاشياء، يخاف ما يقولك انا هفضح نفسي، انا هتكلم على. بس هو ممكن يعرفها المعالج؟ احيانا بيعرفها واحيانا ما يعرفهاش، لان احنا مش هننجم. لازم الشخص يتكلم بصراحه مع المعالج بتاعه، زي دكتور نفسي برضه. زي الدكتور النفسي لازم تتكلم. في انسان بيبقى زي الصندوق المغلق، بيقعد قافل كده عالجني وساكت. لا، لازم يتكلم عشان توصل انت كمعالج بالطاقه. هو مجرد ما طلع اللي جواه خلاص كده قد يكون عمل تفريغ كبير جدا، فده بيعالجه. فطبعا دي يعني في كتير جدا. يعني مثلا المعلمه تاكاتا دي اللي نقلت علم الريكي من اليابان الى امريكا وانتشر حول العالم، كان عندها امراض خطيره جدا، ورم، وعندها مراره، وعندها حصوه، وعندها الربو. اتعالجت في 6 شهور. كانت المفروض تخضع لعمليات جراحيه. عندها ايه؟ ورم خبيث يعني؟ ورم خبيث. كانسر. كان في المعده عندها. تمام. عندها امراض خطيره جدا. الامراض دي اتعالجت بالريكي بس قعدت 6 شهور بتخضع للعلاج بالريكي. مثلا طبعا احنا بنقول الجلسات بتاعت الريكي ممكن مرتين في الاسبوع. في ناس بيعملوا 4 جلسات ورا بعض، بعد كده بيقسمها مرتين في الاسبوع. دكتور، عايزين نتكلم على ردود افعال الحالات بعد الجلسات دي حاجه، والحاجه الثانيه هنتكلم كمان على القوه السبعه، بس هنخرج فاصل ونرجع تاني. استنى. رجعنا لكم تاني ومعانا الدكتور احمد ورجعنا لكم تاني ومعانا الدكتور محمد احمد القدري، استشاري الصحه الشموليه، وهنكمل موضوع الطاقه الحيويه، وعايزين نعرف ايه موضوع القوى السبعه. تمام. ايه يا دكتور بقى موضوع القوة السبعة؟ طبعا انا كنت لما جيت احنا اتكلمنا في حاجه اسمها مراكز الطاقه السبعه، اللي قلنا على اسمها شاكرا وقلنا معناها باللغه الهنديه. طبعا انا بصراحه لما جيت اعمل رساله الدكتوراه سميتها القوى السبعه. ليه بقى سميتها القوى السبعه؟ لان انا تفاجأت ان كتير جدا من المعالجين بيركزوا على التقنيات. هو بص، احنا عندنا كده الفكره والخيال والكلمه والعاطفه والمشاعر والعلاقات وقوة الانتماء. احنا عايزين يعني هم 7 حاجات، لو هنقعد نتكلم فيهم هناخد تقريبا كده 7 ايام. فاحنا عايزين كل حاجة كده نبتديها بايه؟ مثلا بالانتماء. نبتديها من الاخر للاول. برافو عليك. الانتماء. ايه بقى؟ الانتماء ده احنا قلنا مركز طاقة الجذر في مكان العصعص. طبعا احنا عندنا في الطب الشمولي ان الجسد بيستجيب للمشاعر. تمام. بيستجيب للمشاعر تماما. فبالتالي الجزء بتاع شكرة الجذر ده مسؤول عن الارض، هو حتى اقرب من الارض ده هو الرسوخ او الثبات او الانتماء.
في بعض الناس بيبقى عندهم مشاكل في الانتماء لذاته، هو مش قابل نفسه اصلا، ما عندوش انتماء لذاته، شايف ان هو ولا حاجه، ملوش اي قيمه. ما عندوش انتماء لاسرته، بعد كده بتوسع الدايره، ما عندوش انتماء لوطنه ولا للكون اصلا. جميل. ومن هنا بياتي اختراق افكار ناس كتير جدا، يبقى شخص عدواني. علشان انا اقوي هذه يعني عدواني ومش متفاعل مع اي حد، مش منتمي، ما عندوش اي انتماء. ودول الاشخاص اللي بيتم تجنيدهم على فكره وبيستخدموهم ضد اوطانهم. يعني بيبقى عنده مشكله في الانتماء، عنده مشكله في شجره الجذر اللي هي ما تلاقيش عنده انتماء لاي حاجه، لا لشغله ولا لحياته ولا لزوجته ولا لاولاده ولا لاهله ولا تمام. هنا بقى هنربط بين المرض العدوى الجسدي او الامراض الجسديه والامراض والسلوك او الصفات دي. الشجره دي بتاثر على العظام بصفه عامه، على العظام. فاحيانا ممكن حد يجي له غضروف من غير ما يقع، يجي له غضروف وهو وزنه خفيف جدا، ممكن جدا. ودي بقى من ضمن الحاجات اللي هو الناس مش بتبقاش مدركاها. لما تيجي ترجعي ممكن يكون عنده خلل في الانتماء. يعني كل حاجه من القوه دي ممكن تاثر على الجسد، في حته معينه، في الجسم. تمام. فبالتالي ممكن يكون عنده عدم شعور بالامان. فهنا بالتالي لما حد يبقى عنده مشاكل العظام دي، تحاولي تركزي جدا في شعوره بالامان، هتلاقي عنده خلل في الشعور بالامان. يبقى لازم نعمل له دعم للشعور بالامان، عشان نديله سبورت، دعم جامد جدا عشان يحس بالامان، عن طريق بقى يبقى معاه جروب يحسسه ان هو لا انت ليك تاثير وانت شخص احنا عايزينك. لان احيانا احنا بنخلي الشخص ما عندوش انتماء ان احنا ننبذ الاشخاص، ننبذه من ودي قصه برضه ممكن الاب والام يعملوها مع الابناء، يخلوا ابن كانك انت مش منتمي لينا، يخلوه كده، والابن يحصل له هنا مشكله، يبقى عدواني بطريقه غريبه جدا، ممكن يعمل حاجات فيها ضرر جسدي على اخوه. تمام. فبالتالي احنا لازم نركز جدا على انتمائنا. انا كشخص اركز هل انا منتمي لذاتي، انا متقبل نفسي زي ما ربنا خلقني، ولا انا كمان معترض على ربنا. طب يعني هو الطفل الانطوائي ده، هل ده ممكن برضو يندرج ان هو ما عندوش انتماء؟ هو احيانا بيكون دي حته ارشاد اسري شويه. احيانا بيكون الاب والام بيدوا له اوامر كتير جدا، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، فهو اصبح عقله من جواه بيقول انت لا تصلح ان انت تعمل شيء، استنى الاوامر من بره. يعني انت ما عندكش قدره. في حاجه اسمها مرحله الاستقلاليه عند الطفل. تمام. اول ما يبتدي يطلع الطفل وعايز يطلع على الكرسي ويحط ايده في الفيشه والحاجات دي كلها، دي اسمها مرحله الاستقلاليه. المفروض على الاب والام يعملوا حاجه اسمها ايه، يخلوا ابنهم في حاجه اسمها منطقه الامان، يحوطوه بمسند او اي حاجه، بحيث ان الابن يبقى متحرك عادي وما يدلوش اوامر سريعه. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ الولد مش هيفهم اللي انت بتقوله، هو الولد هيفهم اللي انت بتقول له اللي انت ما بتعرفش تعمل حاجه. او بتنهار. فعلى فكره دي حته عميقه جدا في الارشاد الاسري. واتمنى الاباء والامهات يراعوها كويس جدا. فطبعا دي الجزء الاول اللي هي شجره الجذر، اللي هي منطقه العصعص، اللي هي فيها الدي ان ايه بتاع الانسان. اللي هي المنطقه التي لا تتحلل، سيدنا النبي اتكلم عنها. دي اقوى حاجه، هي دي النقطه، الجذر الاساس. اقوى حاجه او السر في جسم الانسان هو في القلب، ودي المدرسه الاسلاميه. لكن في مدارس اخرى بيقول لك، المدرسه الهنديه تقول لك هو الجذر الاقوى، في مدارس ثانيه تقول لك العقل، المدارس الغربيه اللي هي فوق. المدرسه الاسلاميه هي جمعت، والقلب فيه عقل اصلا، يعني القلب نفسه ده فيه عقل. احنا ربنا التربيه يقول لك ايه، العقل خداع، لا العقل المؤمن مش هيخدعك. لو انت قلبك ده استفتي قلبك فعلا، ده حديث نبوي. فالقلب لو انت عامل بحب ربنا وبتعبدي ربنا وواثقه في ربنا جدا، هيبقى قلبك فيه حاجه اسمها الحكيم الداخلي، الهام داخلي شغال بالظبط. يعني. تمام. لما نيجي نطلع الدرجه الثانيه اللي هي العلاقات. هنا قلنا في شجره تحت الجذع، تحت السره، اسمها الشجره الجنسيه او بيسموها يعني شجره المقدسه. دي كانها الحبل السري اللي بيربط بين الجنين والام. دي مسؤوله عن العلاقات. هي دي جزء المسؤول عن العلاقات. الشجره دي او مركز الطاقه بتاع الجنسيه ده، بنقول هو بيتخزن فيها مشاعر الانطباعات الاولى عن الاشياء. يعني مثلا انت رحتي مكان فاخدتي انطباع سلبي، لما تروحي تاني ممكن تحسي بمغص في هذه المنطقه. او انت عندك انطباع سلبي عن اشخاص، كل لما تشوفيهم تحس ان في مغص، سكاكين تحت منطقه السره دي، رغم ان مفيش مرض جسدي. يعني عشان انت قلتي عملتي اوردر لجسمك استجيب لمشاعري، انا مشاعري عندي انطباع سلبي. ايه الحته المسؤوله عن الانطباع السلبي؟ المنطقه بتاعت ايه، تحت السره. يحصل الالم هنا. فبالتالي ممكن واحد بقى تاني، وخاصه عند سيدات كتير جدا ما عندهم انطباع سلبي حتى عن نفسهم، يحصل لهم مشكله، الام كتيره جدا ما يلاقولهاش علاج. هو علاجها اللي انا يبقى عندي انطباع ايجابي لكل حاجه بتحصل في حياتي. انسان مثلا اول ما تحصل، هي دي المنطقه دي اللي هي تحت السره بس، ولا هي شامله القولون، ولا شامله البطن كلها؟ شامله البطن. البطن ككل والكلى كمان.
والقولون. شوفي كل شاكرا او كل مركز طاقه لما نيجي نقول عنده لبسي نفسك حزام كده بخيالك. الحزام ده هو معناها دي الشاكرا مسؤوله عن كل المنطقه دي. فاهمه قصدي ازاي؟ يعني الكلى برضو مسؤوله عن الشاكرا، فاهمه ازاي؟ فبالتالي لما انا اركز على علاقتي بنفسي الاول، على فكره انت لازم تحبي ذاتك الاول وتقبلي ذاتك الاول عشان تقبلي الاخر، ودي نقطة كبيرة جدا الناس مش عارفين يفرقوا بينها. في ناس فعلا ما بتحبش نفسها وما عندهاش انتماء لنفسها، فبالتالي ما بتعرفش تتعايش مع الاخرين ولا هتعايش مع الاخرين. فانت لازم يقول لك ده ما بيحبش نفسه، يحبنا ازاي؟ مش ان لجسدك عليك حق. بالظبط، مظبوط. لازم انا اتقبل هذه الصنعة اللي ربنا خلقها، اللي انا مش هقدر اجيب زيها، مش هعرف. اقبل نفسك بقى انت ابيض اسود احمر، اقبل نفسك، حب نفسك زي ما انت، لان انت مش هتعرف تعمل من نفسك نسخة اخرى، مش هتعرف. اكيد. فبالتالي لازم نقوي الانطباعات بتاعتنا الاولى عن الاشياء، حتى لو طب انا لو عندي شيء انت يعني انا مش قابله، ما اسمحش لنفسي اللي انا افكر فيه. جميل. هتاخد مجهود شويه بس بعد كده هنرتاح اكتر. يعني مثلا ده برضو يخص العلاقات العاطفيه. العاطفيه في القلب. في القلب. ما احنا هنتكلم هنا لما نيجي نطلع لفوق. يعني دي اتكلمنا قلنا عن الانطباعات الاولى. حلو كده؟ هنطلع الدرجه اللي هي في المعده، اللي هي المشاعر. المشاعر هنا دي منطقه اسمها الدفيره الشمسيه في منطقه المعده هنا. تمام. الدفيره الشمسيه دي لما نحولها بالوعي، واحنا قلنا قوه المشاعر، الشعور بالغضب او بالرضا. تمام. المشاعر كمان مسؤوله عن حاجه اسمها الاراده. لما الشخص يكون عنده عدم اراده، المنطقه دي بيبقى فيها الم. لما الشخص تتكسر ارادته او يتحط في موقف يحس ان هو كده خلاص ارادته اتكسرت، هيلاقي عنده الم هنا ملوش علاج جسدي. في المعده. في المعده. تمام. فبالتالي حتى لما احنا بنتكلم على القولون مثلا، نقول قولون عصبي. المسمى بيربط قولون عصبي معناه ان انت العمليه فكريه. مشاعر كمان عندك. فبالتالي حضرتك انت هنا المنطقه الخاصه بالمشاعر دي والاراده. في بعض تدريبات اليوجا مثلا يقول لك افرد ايديك كده اهو مثلا. تمام. وتنفس علشان تفتح المكان ده وتحس بهزه منطقه المعده بالتنفس، لان التنفس عليه عامل كبير جدا بيساعد الشخص في العلاج. يعني التنفس ده لوحده بيتعمل كورسات لوحده. التنفس بينظم حاجات كتير جدا في الجسم. حاجات كتير جدا. في تنفسات لتخريج السموم، في تنفسات للاسترخاء، في تنفسات لتنشيط الذهن، في تنفسات لعلاج الصداع. العمليه متنوعه جدا. مظبوط. فاحنا هنتكلم باستفاضه، ولو في اي وقت صغير ممكن ندي فايده للتنفس. تمام. يبقى هنا المفروض انا اركز على مشاعري. ايه هي مشاعري؟ اتجنب مشاعر الغضب ومشاعر الانتقام او مشاعر الكره. يعني احاول اتجنب هذه المشاعر السلبيه. كل ما انا بتحمل بالمشاعر الايجابيه هلاقي المنطقه دي ترتاح. وعلى فكره عمل الشكرات عمل تسلسلي، يعني لو عندي مشكله تحت اكيد هيبقى في مشكله في اللي فوق، هتاثر على اللي فوق، فهي عمليه تسلسليه. بالظبط. بعد كده بقى هنطلع الدرجه اللي هي الخطيره جدا والوسطى، اللي هي ايه؟ العاطفه. دي العاطفه دي هي القلب، والقلب هنا مركز القلب هنا احنا بنقول عليه في منتصف الصدر. حتى سبحان الله لما جم صوروا مركز القلب ده طلع لونه اخضر. السر بقى في القلب هو النيه. النيه كل عمل انت بتعمليه بينطلق قبل العمل ده النيه بتاعتك من جوه. تمام. فده مسؤول عن العاطفه، الحب والكره، الرحمه وعدم الرحمه. يعني اللي هي العاطفه دي مختصه بالحب والتسامح. الاثنين الايجابي والسلبي. تمام. الرضا، المشاعر قلنا الغضب وعدم الغضب. تمام. فبالتالي هنا الحب والكره. طب انا بتعامل ازاي بقى مع كل، يعني مثلا انا لو عندي مثلا حاجه بتوجعني في بطني. تمام. وانا هشتغل بقى بالعلاج على اللي هي القوه دي. القوه دي اولا بتشتغل على شقين. شق علاجي اللي هو التقنيه، ان المعالج بيحط ايده على هذه المنطقه ويتخيل بنيته كده وقوته اللي يفهم. ما هو طبعا بيوجه الطاقه على هذا المكان. وعلى فكره الكلام ده اللي عايز يبحث عن هذا الموضوع كان الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، شوف من حوالي 15 سنه عمل حلقه اسمها اللمسه الشافيه. كان في واحده بتعالج بالرايكي بس مش عارف، بتلاقي فيه نتائج قويه جدا في الجلسات العلاجيه بس مش عارفه ايه السر. عملت حاجه جميله جدا اعتبرت كبحث علمي لمرجعيه المعالجين بالرايكي. عملت اخذت عينه دم قبل الجلسه وبعد الجلسه. لقيت ايه بقى؟ ان جهاز المناعه بيزيد بعد الجلسه. ما شاء الله. فهي عملت كده بحث صغير جدا. أيوة. بس عطى قوه للبتاع. فانت لما تعملي كده انت بتمسحي كل الطاقات السلبيه وبتحطي طاقات ايجابيه، لان انت بتدخلي
قوه كهرومغناطيسيه، آه. مجال طاقي جديد نقي على مكان ملوث، زي كوبايه كده فيها مثلا كولا، بتفضل تحطي ميه 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 لحد ما تطلع كل اللي فيها، بعد كده تبقى كلها ميه بيضاء. دي القصه. فانا بركز بايدي زي الرقيه، وممكن اقرا قران وانا شغال على المريض عادي. وبركز بقى على الوعي، انت ايه مشاعرك، لا انت حاول تتقبل يعني بتديله توجيه سلوكي مع الجلسه، ده هيتعالج معاك بطريقه سريعه جدا. يعني مثلا هنقول لو قوه العاطفه دي، لو حد عندها مثلا ايه خارجه من ازمه طلاق، تمام، ولا خارجه مثلا من هنقول فقدان حد قريب منها، تمام، او حاجه زي كده، تمام. هل دي ممكن تتعالج بالريكي؟ طبعا. طبعا هنا بتاخد برضو جلسات والكلام ده؟ جلسات طبعا. وعدد الجلسات متفاوت من شخص لاخر. يعني ممكن واحد يخف في 3 جلسات، واحد في 6، واحد في 5، واحد في اول جلسه ممكن يحس ان هو خلاص تمام. في واحد بقى ودي من النوعات الصعبه، وهو رافض يخف. هو رافض يخف، رافض العلاج. هو عقله عقله من جواه بيقول له حس بشفقه الاخرين. فازاي هتحس بشفقه الاخرين غير لما انت تكون متالم؟ ودي مساله خطيره جدا، لو المعالج ما ادركهاش هيتعب جدا مع الحاله. فلازم المعالج يكون فاطن وعنده فراسه، يقدر يتفرس اللي قدامه، يعرف ويحلل له كده شخصيته ويتعامل معاه بذكاء. لان ممكن في بعض الحالات مثلا واحده ممكن او تكون تعبانه وهي متضايقه من جوزها مثلا، هي متضايقه من جوزها جدا، تعمل ايه بقى؟ تخلي جوزها يفضل يصرف فلوس في الجلسات عشان تربيه. والله كلامك بجد. ازاي؟ مش فاهمه. يعني هي مثلا متضايقه من جوزها مش بيصرف عليها كويس مثلا، تمام، تقول له روح اعمل جلسات رايكي. انا عايز اعمل جلسات، هي تقول له تعمل جلسات مره 2 3 4، هي رافضه تستجيب لان هي عايزاه يصرف، لان هو مش بيصرف عليها كويس. طب انا بقى هدبسك في حاجه ثانيه تصرف فيها. دي على فكره بجد انتقام. برافو عليك. ودي مش قائمه مع، ممكن عيل يعمل كده مع اهله، هم مضايقينه مثلا ومحجمين عليه قوي، ممكن يصرفوا عليه في الجلسات. انا عندي واحده صديقتي بتشكي من نفس الموضوع ده، تقول لي عندي ابني الكبير زي بيكون بينتقم مني. لان هم في المصاريف. هقول لك كانوا بيمنعوه من حاجات كتير جدا، وعاطينه حريه في حاجات تانية خالص، فهو استغل نقطه الضعف اللي عندهم ولعب عليها. تمام. وده خطا منهم في التربيه، ان هم احنا نديله اوامر على اللي احنا عايزينه فقط، اوامر على اللي احنا عايزينه فقط. أيوة. لكن مش بنبص هو عايز ايه، او ممكن يكونوا مش بيتناقشوا معاه كمان. وكمان دي مشكله بقى لو هو وصل لسن المراهقه، لان سن المراهقه المفروض سن صحبه الاباء للابناء. هم الحته دي بتطلع في الاطفال في سن المراهقه، يعني هم بيبقوا اكتر في سن المراهقه. كان ممكن طفل صغير يحس بكده. ممكن طفل صغير مثلا يعمل سلوك غريب جدا الاباء والامهات يستغربوا منه، اللي هو مثلا يخبي الحاجات وبعد كده هي الحاجه انا لقيتها وهو اللي مخبيها، لان هم مش عاطينه اهتمام. او هو في الاغلب انا بنتكلم على الحاجه دي لان هم مش عاطينه اهتمام، هو عايز لا ده انا مهم وانا اقدر اجيب لكم الحاجه اللي انتم مش لاقيينها. فبالتالي في مشكله كبيره بيقع فيها الاباء والامهات. يعني بالبلدي كده في اب وام بيجيبوا عيال ويسيبوهم يعني كان الطبيعه هي اللي هتربيهم، لا غلط. انت لازم توجيه، لان انت في مرحله ابنك هيبقى صاحبك، ما ينفعش تواجهه بعنف لان هو خلاص استوى، اصبح يعني بالظبط كده الحكمه اللي بتقول ايه؟ لاعبوهم 7 وأدبوهم 7 وصاحبوهم 7 ثم اتركوا لهم الحبل على غاربه. خلاص هو كبر. فبالتالي الامر لا محتاج توجيه شويه. هتلاقي مثلا ممكن تكون صديقتك دي هم اتعاملوا مع الابن بطريقه خطا، عطوا له حريه كبيره في مجال معين، قول اللي انت عايزه تحت عينينا واحنا نجيبه لك، بس مش هنديك حريه ان انت تجيب لنفسك مثلا. طب خلاص ماشي، انتوا بمزاجكم انتوا، طب انا بقى هخلي مزاجكم ده يتحرك. برافو عليك، صح كده. برافو عليك. هي دي القصه. ما هي نفس البشريه دي لازم يكون، ما بالك لازم يكون واحد عنده فراسه وذكي، لان لما يكون الشخص المعالج هيكون ذكي هيعرف يقرا اللي قدامه اكتر فهيستريح. بتعتمد المعالجه بالطاقه الحيويه على الذكاء والفراسه؟ هو طبعا دي بقى هبه من عند ربنا، لو انت عندك فراسه هترتاح، لكن لو انت ما عندكش فراسه ممكن هتتعب جدا. طب انت عندك فراسه بنسبه قد ايه؟ انا ما اقدرش اقيم نفسي، بس انا يعني يمكن انت كمعالج، انا كدكتور لا وشوفي في المجال ده، اقول لحضرتك حاجه. انا الحمد لله شايف ان انت عندك فراسه بنسبه قد ايه؟ انا صعب اقيم نفسي، بس لا انا الحمد انت لله شايف، اكيد كل حد شايف قدراته. احنا نعمل استفتاء ونخلي الحالات هم اللي يقولوا. لا كل حد بيبقى عارف قدراته. مثلا انا داخله امتحان وهقول انا ذاكرت مثلا بنسبه 50%، فانا هجيب مثلا انا كمحمد لطفي من وانا صغري ومن عمر اظافري كده اصح التقيت بعلماء صوفيه علموني حاجات في علم الفراسه. وعلم الفراسه كان علم موجود جدا عندنا احنا كعرب، ولكن احنا فرطنا فيه، فبالتالي انا بعتمد احيانا كثيره على قراءه ملامح الوجه. فالحمد لله انا شايف ان انا في الحالات بتاعتي يعني يمكن بتفيدك قد ايه قراءه ملامح الوجه؟ لا هي بتفيدني بنسبه 100% في شغلي. ليه بقى؟ ما بتخيبش معاك ابدا؟ لا صعب اللي هي تخيب، لان هو علم مدروس على فكره. يعني مثلا
ممكن واحد يتربى تربيه خاطئه مثلا. بس برضو ما قلتليش لا، ونرجع تاني انا عن نفسي بشوف اللي انا بيفيدني بنسبه قد ايه انت لا، عندك هو فراسه؟ علم الفراسه بيفيدني في شغلي بنسبه 100%، لكن انا عندي قد ايه الله اعلم. انت احساسك كده ان انت مثلا انت عندك فراسه مثلا بنسبه 50 60 يعني كويس، يعني بنسبه مش كويسة. عايزه نحسدك ولا ايه؟ بنسبه قد ايه؟ بنسبه كويسه، بنسبه كويسه. انت تقدر تقرا ملامح اللي قدامك من كويس جدا الحمد لله. تمام. اوكي. فهنا لازم اركز على قوه العاطفه عندي عشان وقوه النيه وانطلاق النيه بتاعتي. في ناس كتير جدا يعني مش عارف، كان في مقوله بيقول لك تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل. النيه ابلغ من العمل. النيه على فكره لو صدقت نيتك حاجات في حياتك كتير جدا هتتغير. وعلى فكره لدرجه ان كان في واحد ايام سيدنا النبي طلب ان هو يموت موته معينه شهاده، وشاور على المكان اللي عايز يتضرب فيه بسهم عشان يموت شهيد. فراح سيدنا النبي حط له قانون ذهبي في قانون الجذب، قال له اصدق الله يصدقك. يعني انت لو صدقت جدا مع ربنا في طلبك ربنا هيديك اللي انت عايزه. تلف الايام وهذا الرجل يموت في نفس المكان اللي شاور عليه. ممكن تكون صدفه بحته يعني. هو لا، هي مش صدفه، لان سيدنا النبي حط قانون اصدق الله يصدقك. تمام. قانون وعلى نيتكم ترزقون. حلو كده، يعني ده دليل دي قوانين كونيه. لو عرفها سواء حد مسلم او غير مسلم هتنفع معاه. يعني في حاجه اسمها القوانين الكونيه، ربنا لو انت عرفت القوانين دي ومشيتي عليها هتطبق معاك سواء انت مسلم او غير مسلم. تمام. خلاص احنا كده خرجنا من العاطفه من العاطفه بشكل موجز. عايزين بقى الكلمه. قوه الكلمه دي قوه خطيره جدا. هو القران شبه ان الكلمه الطيبه كشجره طيبه تؤتي اكلها كل حين. قوه الكلمه دي اتعمل عليها ابحاث، وكان في دكتور توفى ياباني اسمه دكتور ماسارو ايموتو. دكتور ماسارو ايموتو ده عمل بحث غير مجرى الناس فيهم على علاقتهم مع الميه. ان هذا الرجل عمل صور الميه وبعد كده قال لها مثلا كره او حب او كلام جميل وكلام سلبي، وابتدى يصورها قبل وبعد. تفاجأ ان الميه بتتغير عن طريق الكلام. جميل. وبعد كده هذا الرجل عمل ابحاث على ميه زمزم. ميه زمزم نفسها. هذا الرجل ده مش مسلم على فكره. لما جاب ميه زمزم هو بيعمل الابحاث بتاعه على نقطه ميه بس. نقطه الميه بتاعت ميه زمزم دي خففها ب1000 نقطه ميه عاديه. الاعجاز بقى ايه بقى؟ ان ال1000 نقطه ميه عاديه دي تحولت لميه زمزم. وتفاجأ ان افضل ميه طلعت نقيه بدون ما يقول عليها اي حاجه هي ميه زمزم. طيب ايه اللي ناخده من الكلام ده؟ حضرتك في ميه قد ايه في جسمك؟ كتير جدا. بالظبط تلتين الجسم. حضرتك بقى لما بتتكلم كلام سلبي ايه اللي بيحصل؟ انت بتبرمج جسمك كله بالكلام السلبي. زائد الابناء، يعني سوري يعني اب او ام بيشتموا الابن كتير، انت غبي انت غبي انت غبي، هيبقى غبي فعلا لان انت برمجته بالغباء. عطيته طاقه صوتيه اخترقت الميه اللي في جسمه. هو مع تكرار هذه الميه يعني ده برضو الحته دي برضو انا استوقفتني ان هو لما واحد الرقيه تقرا عليها قران تقرا عليها قران بتزودها بالطاقه الايجابيه. ايوه. وفي دكتور الماني اسمه دكتور فايفر تحول من معالج طب بطن وعظام او حاجه زي كده الى معالج بالطاقه الحيويه. كان هو عنده شخص اسمه حسام مصري عرفوا على حكايه الميه زمزم وابحاث الميه دي، تحول لمعالج بالطاقه الحيويه. احد اساتذتي اسمه دكتور كلاهان تحول من هو معاه دكتوراه في الصحه النفسيه، دكتوراه في الصحه النفسيه من سنه 80 تقريبا. تحول من معالج من دكتوراه من الصحه النفسيه الى معالج بالطاقه الحيويه. تمام. ده دليل هنا عليه مش من فراغ. بالنسبه للكلمه بقى، هل هي طبعا بتدي حاجات سلبيه جدا للي حوالينا؟ طب وبالنسبه انا ازاي اخففها موضوع الكلمه ده؟ يعني ازاي اعالجها؟ اللي انا احاول اطلع كل كلمه بمراقبه. في ناس بيطلعوا كلام مش بيراقبوه. بيطلع كلام كده وخلاص، وده خطا كبير جدا. اراعي انا بقول للانسان انه كلمه بتطلع مني ليه، وكمان اراعي اي كلمه بتجيلي بدخلها ودني واستقبلها. يعني لازم يكون عندي كنترول للي بيطلع وكنترول اللي بيدخل. يعني هو انت عايز تقول لي مثلا او توصل للمشاهدين ان الكلام الحلو ده بيدي يزود الطاقه الايجابيه عند البني ادم؟ طبعا. طبعا. ده في حاجه جميله جدا كمان من غير الكلام. سيدنا النبي قال لنا تبسمك في وجه اخيك صدقه، لان انت اعطيته طاقه. تبسم بس. تبسم. فبالك بقى الكلمه كمان الايجابيه. فده شيء مهم جدا عندنا. مظبوط. طيب بالنسبه يعني كده دي دعوه كل الازواج قولوا لزوجاتكم كلام حلو جدا. رساله موجهه. ايوه رساله موجهه من الدكتوره اهو عشان تديهم طاقه ايجابيه. طب بالنسبه بقى لقوه الخيال، ايه قوه الخيال؟ قوه الخيال هنلخصها هو الصوره الذهنيه. يعني انا شايف نفسي ازاي، انا شايف اللي حواليا ازاي، تمام. انا شايف الاحداث ازاي. في كتير جدا ممكن تلاقي مثلا من الزمايل عندك مثلا او الصديقات تبصي سلبيه تماما في اي فكره. عايزه تعملي فكره، انا والله عايز اعمل كذا، لا 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 في غيرك عمل وفشل. بالظبط. بنصادفهم كتير قوي في حياتنا. دي بقى ده خطير جدا على نفسه وعلى الاخرين لو انت استقبلت الفكره بتاعته.
لان هو لو تم اختراقك بالكلام ده صورتك الذهنيه الايجابيه هتتحول لصوره سلبيه. بالظبط كده. شوفي حضرتك اي فكره، اي خيال، اي مشاعر انت بتصدري منك للكون طاقه. الطاقه بتتجاذب مع بعضها. لو انت ارسلتي طاقه حب هتجيلك طاقه حب. يعني انا لو حبيت حد هل هو هيديني نفس الطاقه؟ هل هو هيحبني؟ هو طبعا سؤال. دي جميل جدا. الكلام ده مش بيتطبق بنسبه 100% مع بعض الاشخاص، ولكن يعني مثلا ما اجيش انا مثلا انسان اقول انا عايز ابقى رئيس دوله، انا عايز ابقى رئيس دوله. في هنا لا، انت المفروض احلامك تكون متوافقه مع امكانياتك او قدراتك. فبالتالي انا برضو لما احب بلاش احب. في ناس بيبقى عندها تعلق وليس حب، مش عارف يفرق بين التعلق والحب. هو متعلق بشخص عشان شكله كويس، واحد متعلق بواحده عشان غنيه، او العكس. ده اسمه تعلق مش حب. احتياجات دي. لكن الحب هو توأمين روح بيتلاقوا، فهيتجاذبوا غصب عن اي حد، لان الارواح جنود مجنده، ما تقابل منها ائتلف وما تناقر اختلف. بالتالي لازم ندي الشيء بمسماه الصحيح، هو حب ولا تعلق. فاهمه ازاي؟ طيب نخش بقى للفكره. تمام. الفكره طبعا مركز التاج ده. الافكار هي تعتبر الشيء الخطير او القنبله الموقوته في جسم الانسان، لان الفكره السلبيه بتؤدي الى انهيار المبنى ككل. ده كده مبنى الدماغ. تمام. وفي ارتباط وثيق بين القلب والعقل، الاثنين دول مرتبطين ببعض على فكره. فبالتالي لازم انا اراقب افكاري كويس جدا، لان افكاري دي هي بتولد عندي شعور، هي اللي مسؤوله عن كل حاجه. الافكار تولد شعور، والشعور يولد سلوك. انا فكرت فكره معينه، الفكره دي هتخلي فيه شعور داخلي جوايا، الشعور ده هيخليني عايز اتحرك اعمل فعل. فبالتالي لازم يكون عندي مراقبه جدا للافكار. تمام. اكبر دليل على طاقه اللمس العلاجيه ان سيدنا النبي امرنا نمسح على راس اليتيم، مركز شكره التاج. حلو كده. كاننا لما نمسح على راسه احنا بنشيل اي فكره سلبيه عنده عن المجتمع. اللمسه دي بتنقل طاقه حنان وحب، لان انا دي اكبر دليل. الطاقه السلبيه. الرقيه اكبر دليل على العلاج بطاقه اللمس. الام اللي بتعالج ابنها بالرايكي بدون ان تدرك، الابن يبقى جاي تعبان وبيعيط، انا اتخبطت وبيعيط جدا، مجرد الام ما تلمس وتبوس المكان ده يبطل بكاء. فعلا ده حقيقي، ده تجربه احنا كلنا بنعملها في حياتنا. ممكن الولد بيعيط جامد جدا، اول ما حبيبي خلص وتحضنه كده سكت. بس في عندنا ثقافه اللي هو ايه، مثلا انت اتخبطت في الكرسي اضرب الكرسي. غلط. يعني في عندنا ثقافه كتير قوي في الحته دي، اللي هو بتطلع الطفل عدواني. هو كده زرع في فكره بالظبط. اللي يضربك اضربه. دي فكره خاطئه جدا. لما هيكبر اللي يزعلك زعله، اللي يكسرك يكسره، وده خطا طبعا. طبعا بنطلعه عدوانيين. فده خطا كبير جدا يعني. تمام. نرجع بقى لموضوع الفكره تاني علشان خاطر لسه ما كملناهاش قوي. الفكره احنا قلنا لازم اشوف انا بفكر في ايه. اللي انا بفكر فيه ده احنا قلنا اي حاجه بفكر فيها او بشعر فيها او بتخيلها انا بصدر طاقه للكون عشان تتجاذب مع الاشياء اللي شبهها. لو انا بفكر ان انا اعمل مكائد للاخرين، ايه اللي هيحصل؟ هيتوجد لي من يعمل معايا مكائد وكده. فبالتالي كما تدين تدان يعني. ايوه بالظبط. وده بره عند الهندوس اسمه قانون الكارما. قانون الكارما ده هو قانون العمل، كما تدين تدان. تمام. اللي هو الدايره كده كما تدين تدان. فبالتالي لازم انا افكر كويس جدا في كل فكره جوايا. لازم يعني باختصار القوى السبعه كلهم من اول الفكره لحد الانتماء لازم يكون ارسال واستقبال ايجابي. يعني اكون افكر بطريقه ايجابيه، اخلي الافكار اللي انا بتخيلها تكون ايجابيه، الخيال اللي بتخيله اخليه ايجابي، الكلمه اللي بطلعها اخليها ايجابيه، العاطفه اللي بتطلع او بتكون يبقى العاطفه عندي لحد لازم كلها تكون ايجابيه، مشاعري تكون ايجابيه، علاقاتي تكون ايجابيه. لازم يكون انتمائي لبلدي ولديني ولاسرتي يكون شيء ايجابي. يعني بالتالي لازم اكون ايجابي في كل شيء. لذلك يعني هوصل لمرحله بالطريقه الايجابيه دي اللي انا هشوف المنحه وانا في اعماق المحنه. يعني انت في اعماق الظلام واعماق المشاكل يكون عندك قدره رهيبه على رؤيه ايه؟ المنحه الالهيه. ليه؟ بندي تشبيه في الوعي. لما يجي الاب بيلاعب ابنه الصغير وينططه لفوق كده، الابن بينزل وهو بيضحك لانه واثق ان ابوه مش هيسيبه يقع. ايوه، بيديله لازم دي علاقتنا ولله المثل الاعلى، ان ربنا عمره ما هيسيبنا نقع. لازم نكون عارفين ان احنا دايما نركز على قوه القلب بتاعتنا. يعني ايه قوه القلب بتاعتنا؟ انا في مشكله او في رخاء اعرف ان انا ده افضل وقت ليا حاليا. حتى لو انت في شده تعرف ان انت في درس مستفاد ليك قوي في الشده دي. لما تعرف الدرس المستفاد ده هتحمد ربنا جدا ان انت دخلت في الشده دي اللي علمتك الدرس المستفاد ده. فبالتالي لازم نتعلم من الرخاء ونتعلم
برضو من الشده، من الشده اكيد، لان الاثنين دول فيهم رساله من ربنا لينا. طبعا احنا لو قعدنا حلقات كتير مش عندنا هنعرف نخلص موضوع الطاقة الحيوية. بشكرك دكتور محمد القدري، نورتني النهارده، استفدت منك كتير، بس لازم توعدني ان يبقى في حلقات تانية ان شاء الله قدام الجمهور اهو، لان احنا لسه ما كملناش كل اللي احنا عايزين نعرفه عن العلاج بالريكي. بشكرك يا دكتور. شكرا لك. وبنطلع فاصل وبنرجع معانا الجانب الخيري اللي بيكون معانا في كل حلقة. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حتة.